بص بقى الخبر ده بيقول لك ايه، بيقول لك ان الخطوط الجويه التركيه عطلت رحلات الطيران اللي بتكون بينها وما بين مين وما بين ايران. طب ليه بقى الموضوع ده حصل؟ مش بسبب الجو ولا بسبب العواصف ولا غيره ولا الحاجات دي كلها، ان في مظاهرات جوه في ايران، المظاهرات دي وصلت لدرجه عاليه جدا من الخطر، فبالتالي المطارات في ايران هتقفل وهيحصل مش عارف كذا، واحتمال يحصل اصلا انقلاب على الحكم وغيره والحاجات دي كلها. بس مين اللي دخلت في الموضوع؟ هم قالوا لي ما اتكلمش في السياسه والله، بس انا هقول حاجه بسرعه كده. على حسب الخبر ده امريكا قالت لك لو ان هم هيبقى في خطر على الناس اللي موجوده جوه في ايران، فهي هتبدا ان هي تتدخل. فمعطيات بسيطه كده اللي هي مظاهرات داخليه، محاصره بلد من الخارج، تدخل خارجي، حاجات كده، شويه بهارات كده تدي لاي حد بيقرا تاريخ ان هو يفهم. اقروا تاريخ يا جماعه. بس احنا كمصريين عادي يعني، ايران مش سهله بالنسبه لنا قوي يعني ان احنا نروحها بسهوله بسبب الموقف اللي حصل زمان. صح، بمناسبه التاريخ، عارفين احنا ليه ما بندخلش ايران بسهوله؟ او ليه من الاخر يعني ايران زعلانه مننا؟ معلش في اخر الفيديو عايز ازود لكم كده حاجه، يعني ايه البهارات اللي هي زادت. المرشد الاعلى لايران اللي هو خامنئي قال ان ترامب سيسقط. يلا دخل الدنيا في بعض وزودها يا معلم.